الزمالك يخسر نقطتين في بداية الدوري بالتعادل مع الاتحاد. وانت فاكر ايه؟ انت فاكر ومستني ان الزمالك يكسب مع الاعداد المتأخر، مع لعيبة لسه ما وصلتش، مع لعيبة وصلت متأخر المعسكر، مع اعداد 3 مباريات ودية ما لهمش اي عازة. يبقى انت مستني اللعيبة تبقى جاهزة نفسيا وبدنيا؟ خالص. منظر الفريق يحزن، بجد يحزن. الفريق ولا جاهز فنيا ولا بدنيا ولا نفسيا ولا اي حاجة خالص. نتيجة طبيعية لمعسكر اعداد متأخر. احنا فعلا بقينا متعشمين في معجزة. الزمالك يتعادل سلبيا مع الاتحاد الاسكندري 0-0 في بداية مشوار الدوري، من لعيبة لا تصلح وجودها في فريق نادي الزمالك انها تلبس التيشيرت. ناصر منسي، تعمل ايه؟ فرصتين ومنك للجول، وايه الجسم اللي انت فيه؟ انت وزنك غير طبيعي تماما، مش ده وزن ناصر منسي الموسم اللي فات. الزمالك كان مستحوذ 60% من المباراة في الشوط الأول، طبعا منهم ناصر منسي مضيع كورتين. الشوط الثاني استحواذ كامل للاتحاد السكندري. الفريق فعليا مش جاهز بدنيا ولا نفسيا ولا أي حاجة. معتمد جمال كتر ألف خيره، هو مش ساحر. ونغمة عايزين مدرب أجنبي مع إيقاف القيد مش هينفع، مش هيعرف يدي. على الأقل إن معتمد جمال حافظ اللعيبة. المدرب بدأ استعداد الوديات والمباريات الودية متأخر، بدأ المعسكر متأخر، مفيش أي تجهيزات لبداية الدوري. احنا بنقول يا جماعة من البداية كل الفرق راحت تجهز نفسها، رايحة تعمل استعداد للبطولة الدوري. احنا مفيش، احنا داخلين على بطولة افريقيا على الله. احنا مش عارفين هنلعب ازاي في افريقيا بالشكل ده. شيكوبانزا نزل الشوط الثاني، لاعب متحرك ولعب افضل من الطبيعي بتاعه، بس مفيش دقة سواء في العرضيات او القرارات امام المرمى. غصب عنه مش جاهز فنيا ولا بدنيا. جبت من الطيارة لعبته. عبد الله السعيد نركن على جنب، هنقول ان هو مش جاهز فنيا، مع انه في نفس اليوم اللي نزل فيه شيكوبانزا هو نزل فيه عبد الله السعيد. الزمالك كان اكثر استحواذا في المباراة وعلى فترات، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن اللعيبة تماما عشان تنتهي المباراة بنقطة لكل فريق. الزمالك فعليا هيعاني الموسم ده، مفيش صفقات جديدة، لعيبة كتيرة مشيت، أهم لعيبة مشيت. وطبعا كلنا مش عارفين خوان فيزيرا مكمل مع الزمالك ولا إدارة الزمالك بتلعب بينا. مشيت حسام عبد المجيد وادي هو خوان فيزيرا، محدش فاهم أي حاجة. عايز رأيكم يا إخواني الزملكاوية في أداء نادي الزمالك النهاردة. اللايك الحلو بتاعك وكومنتك، مستني رأيك. إيه رأيك في أداء النهاردة؟ الكارثة؟ هل في كوارث جديدة جاية ونزيف من النقاط فيما بعد؟ ولا هل معتمد جمال هيقدر يوقف النزيف وهيعرف يسيطر على اللعيبة من تاني زي الموسم اللي فات؟